مع الوقت عرفت رسالتي في الحياة إني أساعد الناس التايهة المضغوطة في الحياة ومش عارفين السبب ومش عارفين يخرجوا من اللي هم فيه، لأني مريت بظروف متقاربة أو متشابهة، وعارفة كل الأحاسيس والمشاعر والأفكار اللي بتيجي للواحد لما بيكون محبط أو مش شايف للدنيا معنى أو قيمة. اللي عايزة أقوله إن أحيانا الواحد بيحصل له ظروف بتكون صعبة قوي عليه ومش متقبلها خالص. الواحد بيكون رافض الواقع، بس مع الوقت الواحد بيكتشف إن أفضل شيء حصل له الحاجة اللي ما كانش متقبلها. أهلا وسهلا بيكم في بودكاست طمأنينة. في الأول كنت عايزة أقول ليه طمأنينة؟ طمأنينة معناها السلام الداخلي، وهو ده الشعور اللي كلنا عايزين نوصل له. في بودكاست طمأنينة هنتعلم إزاي نوصل للشعور ده. ربنا قال في كتابه العزيز: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الطمأنينة بنوصل لها بصلاتنا برب العالمين، بالذكر، بالقرآن، بالصلاة. القلب المطمئن هو القلب الآمن اللي حاسس بالأمان، مش حاسس بخوف. ده غالبا بنوصل له لما ما بنكونش خايفين من بكرة، بنوصل لما يكون عندنا يقين في تدابير ربنا وإن الكون كله ماشي بتدابيره. لما بيكون عندك يقين في ربنا وإن ربنا بيعمل لك الخير وإن رب الخير لا يأتي إلا بخير، هتبدأ تطمن وما تخافش من بكرة، وإن مهما حصل لك من مشاكل أو ابتلاءات فهي من رب العالمين. فلو انت شايف أي ابتلاء عندك إن دي مشكلة واضحة، افتكر إنها من رب العالمين، ربنا المهيمن الضار النافع. المشكلة بتكون باينة إنها ضارة، لكن بتكون في باطنها الرحمة، النفع اللي انت عقلك مش مستوعبه دلوقتي، لكن هتستوعب الموضوع مع الوقت. لما توصل للمعنى ده قلبك بيوصل للطمأنينة وما بيخافش. بتوصل لمعنى الآية الكريمة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني بيتساوي عندك الابتلاء مع الفرح، لأن كله من عند الله الحكيم. أنا أكيد ما أقصدش إنك هيتساوي عندك الفرح والحزن، لا، المقصود إنك توقن إن ربنا بيعمل لك الخير، فتتأكد إن في تدابيره رحمة. في بودكاست طمأنينة هنتكلم عن مواضيع تخص الصحة النفسية من منظور علم نفس ومنظور روحاني. هنتعلم مع بعض إزاي نوصل للطمأنينة والسلام الداخلي. معاكم روضة الشقيري، لايف كوتش معتمد من كامبريدج، مرشدة زوجية وتربوية وثيرابي. هكلمكم عن نفسي شوية. أنا مهندسة وكنت شغالة معيدة، بس سبت الشغل عشان أولادي. بدأت شغف تعلم علم النفس. البداية كانت إني أساعد وأطور منها، لأني بصراحة فترة من فترات حياتي حصلت لي ظروف صعبة خلتني ما أقدرش أقوم من النوم غير عشان أعمل حاجات اللي عليا، بس كنت بهرب من الواقع ومش متقبلاه. مع الوقت بدأت أتعافى وبدأ رحلتي في التعلم عشان أخرج من الحالة دي وأفيد نفسي واتطور. مع الوقت عرفت رسالتي في الحياة إني أساعد الناس التايهة المضغوطة في الحياة ومش عارفين السبب ومش عارفين يخرجوا من اللي هم فيه، لأني مريت بظروف متقاربة أو متشابهة، وعارفة كل الأحاسيس والمشاعر والأفكار اللي بتيجي للواحد لما بيكون محبط أو مش شايف للدنيا معنى أو قيمة. اللي عايزة أقوله إن أحيانا الواحد بيحصل له ظروف بتكون صعبة قوي عليه ومش متقبلها خالص. الواحد بيكون رافض الواقع، بس مع الوقت الواحد بيكتشف إن أفضل شيء حصل له الحاجة اللي ما كانش متقبل. في النهاية طولت عليكم وممتنة جدا لوجودكم معايا وإنكم سمعتوني الوقت ده، وأتمنى إنكم تستفيدوا، توصلوا دايما للطمأنينة وتوصلوا للقلب المطمئن.